لو انت مريض سكر اكيد في يوم سمعت الجمله دي. لو فضلت كده هتحتاج انسولين، وساعتها هتبدا تسال نفسك هل في طريقه ممكن امنع بيها الموضوع ده؟ هو انا ممكن اتحكم في السكر من غير ما اوصل لمرحله الانسولين؟ الاجابه بكل بساطه ايوه، بس لو التزمت. تعال اقول لك اللي بيحصل في جسمك ببساطه. البنكرياس شغال، بس مع الوقت ممكن يضعف بسبب مقاومه الانسولين، وده معناه طبعا ان السكر هيبدا يعلى، وساعتها الدكاتره بيضطروا يزودوا الادويه لحد ما البنكرياس ينهار، وساعتها بيكون الانسولين هو الحل الوحيد. تعال بقى اقول لك هنعمل ايه عشان نوقف الطريق ده قبل ما نوصل لمرحله الانسولين. هقول لك 5 خطوات لو مشيت عليهم صدقني هتسيطر على السكر، وهتحافظ طبعا على البنكرياس شغال بكفاءه. رقم 1، التمرين هو سلاحك الاول. كل حركه هتعملها هتساعد جسمك انه يستخدم السكر بدل ما هيتراكم في الدم. حتى لو مش قادر تلعب رياضه، امشي 30 دقيقه يوميا بس وهتشوف الفرق. رقم 2، الاكل مش حرمان، بس لازم بذكاء. هنقلل الكربوهيدرات السريعه زي العيش الابيض والسكر، وتعالى نركز على الحبوب الكامله والبروتين والخضار. طبعا الفكره مش انك تبطل تاكل، الفكره انك تعرف ازاي تاكل صح. رقم 3، الميه اكتر مما تتخيل. انت عارف ان الميه دي بتساعد جسمك انه يتخلص من السكر الزياده؟ كل ما شربت ميه اكتر هتساعد الكلى انها تنظف جسمك وتحافظ عليه. رقم 4، راقب سكرك وما تهملش العلاج خالص. لازم تعرف ان القياس المستمر والمتابعه هو مفتاح التحكم. لو لقيت السكر بيعلى لازم هتتصرف بسرعه قبل ما الحاله تتطور، وطبعا اي دواء الدكتور كاتبه لازم تلتزم بيه. رقم 5، النوم والراحه بقى. لازم تعرف ان هي مش رفاهيه. لما بتسهر كتير وبتعيش بتوتر جسمك بيفرز هرمونات بترفع نسبة السكر، فعايزك تنام كويس وتريح طبعا أعصابك، ومارس أي نشاط يساعدك على الاسترخاء. بص بقى، أنا مش عايزك تفكر في السكر إنه عقاب، هو مجرد أسلوب حياة جديد، ولو التزمت هتفضل مسيطر عليه من غير ما تحتاج للإنسولين، وده الهدف طبعا الأساسي. دلوقتي الكورة في ملعبك، هتختار تسيطر على السكر ولا هتسيبه يسيطر عليك؟ القرار ليك، بس افتكر دايما صحتك تستاهل المجهود. دكتور سكر بيقولك حافظ على بنكرياسك وسيطر على السكر قبل ما يسيطر عليك. اوعى تنسى تشوف الحلقات اللي فاتت، ولو انت بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، واستنونا طبعا في اللي جاي.